تخيل معايا كده. تخيل إنك تصحى من النوم، تمسك الموبايل، تفتح إشعار واحد بس، تلاقي رسالة بسيطة بتقولك تمت عملية شراء جديدة. لا زبون كلمك ولا حد فوضك ولا شحن ولا صداع ولا حتى حد يعرف اسمك. فلوس دخلت وانت أصلا ما عملتش حاجة النهاردة. لو لسه فاكر إن الفلوس بتيجي من الشغل الشاق وبس، ولو لسه مقتنع إنك لازم تتعب كل يوم عشان تكسب، ولو لسه عايش بفكرة لازم أبيع منتج أو أشتغل شغلانة، يبقى الفيديو ده معمول مخصوص عشانك. خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها: الفلوس مش بتيجي من المجهود، الفلوس بتيجي من الحل. أيوة، حل مش منتج، مش أخدمة، مش شغلانة. حل لمشكلة حقيقية والناس تدفع علشان تخلص منها. أغلب الناس بتضيع عمرها بتدور على تشتغل إيه، وقليل قوي اللي بيدور على الناس محتاجة إيه. وهنا الفرق بين واحد بيجري طول عمره وواحد تاني بيعمل حاجة مرة واحدة وتفضل تجيب له فلوس وهو نايم. خليني أسألك سؤال بسيط: هو ليه في ناس بتكسب أونلاين وانت لأ؟ هل هم أذكى منك؟ هل معاهم شهادات؟ هل معاهم رأس مال؟ ولا هم بس فهموا اللعبة بدري؟ اللعبة ببساطة إنك تبيع نتيجة، مش وقتك. أغلب الناس تبيع وقتها ساعة مقابل فلوس توقف الدخل يقف. لكن الناس الذكية بتبيع حاجة تتعمل مرة وتتكرر مبيعاتها آلاف المرات. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة: مشروع ذكي من البيت. بتبيع حل والفلوس بتيجي لوحدها. مش كلام تحفيزي، مش وهم، مش اصحى الصبح غني. ده مشروع شغال فعلا وفي ناس عايشة عليه دلوقتي. تعال نرجع خطوة ورا ونفهم الفكرة من أولها. دلوقتي العالم كله ماشي بسرعة والناس كلها تعبانة، مش فاضية، مش عايزة تتفكر، عايزة حد يختصر عليها الطريق. أي مشكلة بتقابل الإنسان بيسأل سؤال واحد بس: مين يريحني منها؟ وهنا بيجي دورك. انت مش مطلوب منك تخترع حاجة جديدة ولا تعمل اختراع ولا تكون عبقري. انت مطلوب منك حاجة واحدة بس: تشوف مشكلة وتعمل لها حل بسيط. خليني أديك مثال. في ناس مش عارفة تتنظم فلوسها، حلها ايه؟ ملف بسيط لتسجيل المصاريف. في ناس مش عارفة تبدأ قناة يوتيوب، حلها ايه؟ دليل مختصر خطوة بخطوة. في ناس تايهة في السوشيال ميديا، حلها ايه؟ خطة محتوى جاهزة. كل مشكلة في الدنيا لها حل، والحل ده ممكن يتحول لمنتج رقمي يتباع بلا حدود. وهنا بقى العبقرية: تعمله مرة وتبيعه 1000 مرة، وتفضل ال1000 مرة بنفس الجودة، بنفس المجهود، بنفس التعب، صفر. وده معنى الفلوس بتيجي لوحدها. مش سحر، مش نصب، مش ضحك على الناس. انت بتديهم قيمة حقيقية وهم يدفعوا برضاهم. الناس بتدفع ليه؟ لأن الحل أرخص من التعب. واحد محتار ومتوتر ومش عارف يعمل ايه، يدفع 5 أو 10 دولار ولا يفضل تايه شهور؟ الاختيار سهل. وهنا بقى السؤال المهم: انت تعمل ايه بالظبط؟ انت بتاخد خبرة بسيطة أو تجربة أو بحث وتحوله لملف أو قالب أو دليل. مش مطلوب منك تكون خبير عالمي، انت بس خطوة قدام غيرك. تعرف تعمل حاجة غيرك مش عارفها؟ مبروك، دي فلوس. عديت بتجربة صعبة وتعلمت منها؟ دي فلوس. فشلت وقمت وعرفت الغلطة؟ دي فلوس. الناس مش عايزة المثالي، الناس عايزة اللي يمشيها. وخليني أقول لك حاجة مهمة قوي: أكبر غلطة بتضيع المشروع ده إنك تفكر بشكل معقد. الناس تحب السهل، تحب الواضح، تحب السريع. ملف من 5 صفحات ممكن يبيع أكتر من كورس 20 ساعة لو بيحل مشكلة مباشرة. وأجمل حاجة في المشروع ده إنك تشتغل من البيت، من الموبايل، وانت لابس بيجامتك ومن غير ما تظهر بوشك ولا حد يعرفك. لينك تحميل خلصنا، تحط الحل على منصة، أي حد يدخل يدفع يحمل يمشي. وانت تعمل ايه؟ ولا حاجة. تعال نتكلم أرقام مش كلام وخلاص. في الشهر أكتر من 1000 دولار من ملف واحد. تخيل بقى لو عندك 3 حلول أو 5 أو 10. وده مش حلم، ده واقع ناس كتير عايشة عليه. بس خليني أكون صريح معاك: الموضوع مش زرار ولا اعمل واغتني. لازم تفهم وتجرب وتعدل وتحسن. وده الفرق بين مشروع وشغلانة. الشغلانة تسيبها الشو، الفلوس تقفل، المشروع تسيبه الشو، الفلوس تكمل. وده السبب إن المشروع ده أذكى مشروع من البيت. مش محتاج شهادة، مش محتاج واسطة، مش محتاج رأس مال، مش محتاج حظ، محتاج تفكير صح وشوية صبر. وفي الآخر خليني أقول لك الجملة دي واكتبها ورايا:
لو عرفت تحل مشكلة عمرك ما هتجري ورا الفلوس، الفلوس هي اللي هتجري وراك. لو لحد هنا مكمل يبقى انت فاهم والموضوع دخل دماغك. واللي جاي في الفيديوهات الجاية هنفصل خطوة خطوة، نختار المشكلة، نعمل الحل، نبيعه ونجيب أول مبيعات. لو حاسس إن الكلام لمس حاجة جواك اعرف إنك على أول الطريق. متنساش اللايك والاشتراك عشان اللي جاي أقوى. وكان معاكم أحمد وليد من قناة مشاريع صغيره من البيت.